النهاردة هنعمل وصفة جديدة للفطار او للعشاء، وكمان هنغير من نوع الفطار بتاعنا او العشاء بتاعنا من الفطار الروتيني اللي بنعمله كل يوم وما بنغيروش. متأكدة ان شاء الله ان انتوا هتحبوا الوصفة جدا، وكمان الاطفال هتحبها جدا. ويلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. اول حاجة جبت 3 حبات من البطاطس، حجم البطاطساية وسط، ودلوقتي قطعتهم وهسلقهم. دايما بحب اسلق البطاطس وهي متقشرة ومتقطعة. ودلوقتي هجيب هرسة البطاطس وهرسها كويس جدا بحيث ان ما يكونش فيها اي تكتلات، عايزاها ناعمة جدا. ودلوقتي خلاص هبتدي احط التوابل. حطيت بابريكا، حطيت كمون، وحطيت ملح. واخر حاجة حطيتها هي البقدونس، ودي خطوة ما ينفعش استغنى عنها خالص لانه بيغير طعم البطاطس تماما. ودلوقتي هبتدي يعني اخليهم يتجانسوا مع بعض كده واعملهم كورة. وفي الاخر هعملها على شكل اسطواني، هعملها معاملة العجين. هقسمها 2. الكمية دي كانت كبيرة عليا فانا استخدمت جزء منها بس. ودلوقتي عملتها على شكل اسطواني، وهبتدي ان انا اجيب شوكة واعلمها كده واشيل اي زيادات فيها بحيث ان هو الشكل يكون منظم وشكله حلو. دلوقتي هشيل اي زيادات فيها، وبرضو مش برميها، انا باكلها. ودلوقتي قطعتها وهنقلها على اي صينية او اي طبق عندك. ودلوقتي انا خلصت كل الكمية اللي عندي. هبتدي ان انا احضر بيضة وهحط عليها شوية كمون، محطتش ملح. وهحضر كمان بقسماط عشان ابتدي اقلي. هنزل في البيض وبعد كده هنزل في البقسماط، وابتدي ان انا يعني امسكها على ايدي كده علشان لو في اي حاجة من البقسماط. وانزل برضو في البيض، وهكذا لغاية ما اخلص كل الكمية اللي عندي. بعد كده بجيب شوكة عشان ادي فيها علامات بعد ما بنزل في البقسماط، عشان ما تكونش علامة الشوكة اختفت من البيض والبقسماط. وبس كده. دي كمية البطاطس اللي انا عملتها. ودلوقتي هبتدي اقلي. هنزل زيت مناسب، وبعد كده لما يسخن هبتدي احط كل كمية البطاطس اللي انا عملتها. الزيت اول ما بيسخن طبعا بحط الكمية. ما ينفعش النار تبقى عالية قوي لانه هيتحرق، وما ينفعش تبقى واطية قوي عشان هيشرب زيت. اللي بيستوي معايا وياخد لون بقلبه على الناحية التانية، وبتابع السوا كويس. واللي استوى بطلعه على طول على مصفى او على شوكة. وبس كده وخلصت حلقتنا. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. كنت معاكم مع حامد، والسلام عليكم.